مين قال ان الغريبه صعبه وصعب ان احنا نعملها في البيت؟ بطلي بقى كده تشتريها من بره وتعالي اعمليها بنفس الطريقه، بجد هتدمنيها. احلى والذ غريبه هتعمليها النهارده ان شاء الله. بس اهم حاجه تتابعي معانا الحلقه للاخر واعرفي الاسرار بتاعه الغريبه واسرار نجاحها معانا هنا. اول حاجه بفكركم بس ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى بينا على طول نشوف الطريقه والمكونات، بجد هتعجبكم قوي. بالنسبة بقى المكونات الغريبة فهي سهلة جدا وبسيطة. انا هشتغل معاكم بالميزان وهقول لكم العيار بالكوباية علشان اللي ما عندوش ميزان يشتغل كده بالكوباية وقلبه جامد وان شاء الله النتيجة مضمونة. انا صفرت الميزان بعد ما حطيت فيه البولة اللي هوزن فيها السمنة. هبدأ بقى اوزن 250 جرام من السمنة البلدي. اهم حاجة بقى واول سر اهو من اسرار نجاح الغريبة انك تستخدمي نوع سمنة كويس جدا. طبعا يفضل السمنة البلدي لان هي عبارة عن سمنة ودقيق وسكر، بس طبعا بكميات مظبوطة. فانا حطيت 250 جرام سمنة بلدي. طيب لو ما عندكيش سمنة بلدي ممكن تستخدمي نوع سمنة جودة كويسة ملوش ريحة يعني. هحط سمنة في التلاجة تسقع شوية، وبعد كده هحطها بقى في بولة بالشكل ده وهبدأ ان انا اشتغل بالمضرب الكهربي. عايزين قوام كريمي جدا وناعم جدا. من وقت للتاني زي ما اتفقنا هريح المضرب شوية. تمام. بعد ما نضرب بقى السمنة كويس ولونها هيكون جميل بالشكل ده كده وابيض وكريمي، جاهزين ان احنا نضيف السكر البودر. بالنسبة للسكر البودر انا استخدمت 200 جرام، وال200 جرام دول يا جماعة كوبايتين الا ربع، وانا بقول بالكوباية المعيارية. تمام، كوبايتين الا ربع من السكر هضيفهم وابدأ ان انا اقلب بس على سرعة هادية شوية. وبعد ما السكر يتقلب كويس مع السمنة هبدأ بقى ان انا اعلي السرعة واضرب كويس جدا. هبدأ اضرب واريح المضرب شوية وارجع اضرب تاني، دي اهم خطوة. هنا اضربي براحتك. تمام. بعد كده معايا سر خطير جدا وهيخلي الغريبة بتاعتك نكهتها مختلفة قوي. انا هضيف 3 معالق كبار من اللبن البودر على خليط السمنة والسكر وهرجع اضرب تاني. دلوقتي بقى جينا على الدقيق. بالنسبة للدقيق يا جماعة بس اهم حاجة الم كده الاطراف وارجع اديها ضربة كمان علشان خاطر اتأكد ان هي اتضربت كويس قوي. بالنسبة للدقيق انا معايا 500 جرام من الدقيق، يعني نص كيلو بيساوي 4 كوبايات من الاكواب المعيارية. هوزن معاكم الدقيق كمان اهو، 500 جرام بالظبط، 4 كوبايات من الكوبايات المعيارية. هضيف بقى الدقيق كله مرة واحدة. انا هقلب كده على سرعة هادية، بس مجرد ما الدقيق يدخل كده مع باقي المكونات اللي في الطبق هنبدأ ان احنا نعجن بايدينا يا دوب بس الدقيق يختفي، معالم الدقيق تختفي كده في السمنة والسكر وباقي المكونات، بس ما تعجنيش تاني. لو عجننا كتير يا جماعة هنطلع العرق اللي في الدقيق والغرابة بتاعتك هتطلع ناشفة وتطلع كده مش ظريفة بالمرة. بصوا العجينة عاملة ازاي، حاجة كده خطيرة. تمام. هبدأ بقى ان انا اعمل الغريبة بالحجم ده. صغري الغريبة وكبريها على حسب ما بتحبي. انا عملت حجمها وسط. تمام. ومعانا بقى كده الفصوص بتاعة الغريبة اللي هي بنزين بيها، دي بتجيبها من اي محل في ادوات الحلويات يعني. هبدأ بقى ان انا اعمل واحدة غريبة بالشكل ده وعلى طول هحطها في الصينية، وهسيب مسافة بسيطة بين كل واحدة والتانية لان الغريبة بصوا بتفرش سنة بسيطة خالص، حاجة بسيطة جدا ما تذكرش وهتشوفوها معانا كمان. طيب لو انت عملتي الغريبة وجربي مثلا واحدة او 2 كده وحطهم في الفرن، لو فرشت معاكي اعرفي ان انت محتاجة تزودي شوية دقيق. ممتازة. لما بحس ان الغريبة خلاص بدأت تسيح معايا بروح بسرعة حاطة الطبق في التلاجة تسقع شوية وارجع اكمل تشكيل تاني. دلوقتي بقى جاهزين ان احنا ندخل الصينيه بتاعتنا الفرن بعد ما ظبطناها بالشكل ده. انا حطيت الشبكه في النص بالشكل ده يا جماعه وولعت الفرن، وبعد ما سخن ظبطت درجه الحراره على 160. الغريبه يا جماعه ما بتاخدش اي لون معانا خالص، بتفضل بلونها بس هي بتاخد لون بسيط من تحت بس. فعلى ما تكون اول صينيه استوت هنكون شكلنا الصينيه التانية بالشكل ده، وهبدا بقى ان انا ازينها باللوز بالطريقه دي. ما عندكيش لوز زينيها بفول سوداني، ممكن تكملي التزيين بالفصوص دي سعرها رخيص جدا. ممكن تعمليها ساده على حسب ما بتحبي. شايفين بقى الغريبه بتاعتنا يا دوب بس فرشت سنه بسيطه قوي ما شاء الله، ناعمه من بره وما شققتش. يعني حاجه تحفه كده. بصوا اللون يا دوب حاجه بسيطه خالص من تحت. اهم حاجه بقى
هتسيب الغريبة تبرد تماما، يعني ما تجيش ناحيتها، لو شلتها وهي سخنة هتحس بقى ان ايدك بتبصم عليها. تمام. شايفين بقى شكل الغريبة بتاعتنا عامل ازاي؟ لونها مغيرش، استوت سوا مظبوط، الغريبة ما فرشتش وكمان ما شققتش. كده انا قلت لكم الغريبة بكل اسرارها وكل التكات البسيطة بتاعتها. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوها والحلقة بتاعتنا تعجبكم، واترككم بقى في رعاية الله وامنه، وكل سنة وانتوا طيبين ومع السلامة.